خاصة اللي يشاهدون مثل هذا المقطع. شوف، يحاولون يضربون الكلب، يحاولون يرشونه، ما حيفك. الآن هرمون الإدرينالين في جسم هذا الكلب، والله لو تضربه بسكين ما يحس، ما عاد يحس الكلب الآن، لأنه خلاص الهرمون ما عاد هذا يعطيه قوة، ما عاد يحس بأي ضرب. أفضل طريقة في هذه الحالة، أفضل طريقة لو كلهم فسخوا فلاينهم، ولا واحد فسخ فلينته وحط على خشم الكلب، لو حط على وجه الكلب على خشمه كتم خنافره حيفك على طول. الكلب حيفك لأنه حينكتم الكلب، فحيفك القبضة، فحيفك العضة. فهمت؟ الله يحفظك. يا ليت هذه والله تنشرها بطريقتك، تنبه يعني أولادنا لا سمح الله لو تعرضوا لمثل هذه العضة مع هذا المقطع، يعني يشوفوا المقطع لو تعرضوا ايش يسوون، كيف يتصرفون. افضل طريقة انك تاخذ اي شيء وتحطه على وجه الكلب، على خنافره، على خشمه، يعني تكتم، تحاول تكتم خشمه مع فمه، على طول حيفك القبض عشان ياخذ اكسجين هو، لانه الان قاعد يسحب اكسجين من انفه. فهمت؟ الله يحفظك. هاي افضل طريقة، لانه مهما تضرب، مهما تركل، مهما، ما في فائدة.